السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. احنا فطرنا وخلصنا فطار وصليت المغرب وقاعدة بقى وانا بشرب كوباية الشاي، قلت ايه نسجل مع بعضكم الفيديو بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقة كبدة في منتهى الجمال، زي بتاعة المحلات بالظبط. وهقول لكم السر بتاع كبدة المحلات وازاي بتبقى ليها ريحة كده وطعمها حلو، سواء كبدة بلدي او كبدة مجمدة. السر في ايه بقى؟ احنا معانا حتة ليا ضاني. انا وانا بجيب الكبدة قلت للراجل حط لي حتة حلويات، انا كان قصدي على الحلويات العادية، فراح حاطط لي حتة الليا الضاني دي. قلت والله لا اعمل بيها فيديو. بصوا حبايبي، حتة دهنة ضاني على بواقي بقى السائط بتاع الضاني، يعني بواقي الكلاوي وبواقي الكبدة. خدت منها حتة كده وهشوحها الاول في الزيت. ومعانا توم، راس توم كبيره، بقرن فلفل سبايسي، ومعانا فلفل اسمر، كمون، ملح، كزبره ناشفه، بابريكيا، كركم. عايزه تحطي كركم حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. دقيناها وبعد كده هنزود عليها نص فنجان خل وليمونه، عصره ليمونه بحالها، وهنقلبها الاول. بص بقى الخلطه دي تعتمديها، جميله، والطريقه دي جميله جميله بجد والله العظيم. العيال اكلنا اكل وكانت عاجباهم وبتقول ريحتها جميله، وكانت ريحتها جايبه اللي في البيت كله. بص يا حبايبي، بعد احنا ما شوحناها بقى كنا حاطين الاول معلقتين زيت كده، وهي بقى ديت نزلت قدامها الحلويات الضاني دي، ورحنا حاطين معلقه من الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو توم وفلفل وملح وكزبره ناشفه وبابريكيا وملح وقرن فلفل سبايسي. هنحطها تتشوح كده مع اللي هي الضاني بالزيت، وبعد كده هننزل بالكبده بتاعتنا. على فكره الكبده انا ما بغسلهاش، يعني الكبده البلدي ما بغسلهاش. لو جبنا كبده من التانية المجمده بغسلها، بس مش بغسلها بميه، بغسلها بخل. لما تغسليها بخل مش هيبقى فيها ريحه زفاره، انما لو غسلتيها بميه هتبقى ريحتها زفره خالص وانتي بتعمليه. وهنبتدي نشوحها كده، نديها تقليبه. بصوا دي هتاخد طياب سنه، لان انا الراجل مقطعها لي حتت كبيره، يعني مش مقطعها اسكندراني طرنشات صغيره، لا انا قلت له انا مش عايزاها صغيره، قطعها لي حلوه زي احنا ما بنقطعها كده. يبقى احنا حطينا بقى اللي هي الضاني او الحلويات الضاني مع معلقه الكوكتيل اللي احنا عملناها بالخل بالليمون. الاول عطيناها تشويح، بعد كده حطينا الكبده، وبعد كده هنخرط الفلفل بتاعنا حسب ما انت عايزه، فلفل الوان، فلفل كوب الموجود عندك. انا اللي كان موجود عندي الفلفل الطويل دوت، قطعته على قد ما تقدري. كتري عادي، الفلفل بيدي طعم وبيدي نكهه جميله. طبعا الكبده البلد انتوا عارفين يا دوب تشويحتين كده وبنطفي عليها. بس ما اقولكوش على الريحه بقى، يا خرابي، يعني طعمها زي السكر وريحتها زي العسل. كان فطارنا جميل. حطينا بقيه الخلطه بتاعتنا. بصوا بقى بعد ما قربنا هنطفي عليها، هنيجوا حاطين بقيه الخلطه بتاعتنا. كل سنه وانتم طيبين، واللي بيتفرج معانا يعمل لنا لايك وشير كومنت حلو، واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان ينزلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بس بقى مع حبه طحينه، حتتين جرجير، اي خضره عندك الموجود حطيه. بس يا اياه، ايه يا اياه، طبعا انتوا مش عارفين تسمعوا حاجه من اياه. ثواني يا ديدو، ثواني يا ديدو. تعالى قول للناس تعالوا كلوا معانا يلا. كنت قاليه بطاطس بقى. عندك عيش مخبوز ماشي، انا كنت عملتها سندوتشات في العيش المخبوز اللي انا كنت وريته لكم. بصوا كده انا طفيت عليها وهنسيبها تهدى بقى، وكنا قالين بطاطس وعامله سلطه الطحينه والخضره بتاعتنا.
انا كان عندي خضره مشكله، بقدونس على جرجير على. بصوا يا حبايبي، بقيت افتح كده واعمل السندوتشات للعيال كده، عشان انا عندي مهند ابني ما بيعرفش ياكل الا بالسندوتشات. حطي بقى اللي عندك بطاطس. بصوا هنزودها بقى بالطحينه بتاعتنا، ونحط عود الخضره اللي عندك، ولفي وكلي طعمها زي العسل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.